كل مره ما بنسافر بنسيب بعض يوم. تعالوا نقول لكم بنعمل ايه. احنا حاجه حلوه قوي بما ان احنا متشاركين في حاجات كتير قوي، عادي عشان احنا بني ادمين في جوانب احنا مختلفين فيها. وفرصه السفر هي بتبقى فرصه ان احنا نجرب كل اللي احنا عايزينه. عشان كده احنا بنخلي ان في يوم لازم كل حد فينا يجرب حاجه لوحده من غير التاني. فمثلا يعني انا بحب البادل جدا، ولما رحنا اسبانيا كان نفسي قوي ان انا اتمرن بادل مع حد اسباني، وسندس ملهاش في البادل خالص، ما بعرفش القط الكوره اصلا. ففي اليوم ده انا اتمرنت تمرين البادل مع بيرسونال ترينر واتبسطت بيها جدا. انا بقى يعني على الجانب الاخر انا بحب الجري جدا، واي مكان جديد بروحه بحب اكتشفه بان انا اجري فيه. يعني لو قدرت في كل مدينه او كل حته بنروحها بعمل كده. ففي اليوم ده رحت شفت مكان قريب من المكان، رحت جريت فيه وفعلا كنت سعيده جدا. ده بقى بيدينا بقى حاجه تانية حلوه قوي، ان احنا لما بنرجع بنقعد نحكي لبعض. يعني يبقى كل واحد عمل تجربه مختلفه وبيحكيها من وجهه نظره تماما، تبقى حاجه حلوه قوي ان احنا الاثنين نشير ده. وبرده من الحاجات المفيده في الموضوع ده ان احنا بنجرب نتصرف لوحدنا، ان هو كل واحد بقى بيروح يركب مواصلات لوحده وبيحجز الحاجه اللي هو عايزها دي وبيتصرف فيها، فبالتالي بياخد فرصه برده ان هو يتعرف على المكان اكتر ويجرب حاجات اكتر ويتعرف على نفسه. يعني بشوف لما بتحط في موقف، يعني لو انا مع محمد هنتصرف ازاي، ولو انا لوحدي خالص بتصرف بشكل مختلف تماما. يعني هو ده بيخلينا نجرب حاجات مختلفه كاستمايز اكتر لينا كاشخاص. يعني مثلا في تايلاند هو احنا بنحب الاكل جدا وبنحب الاكل الاسيوي. انا اتبسطت قوي بده، بس كنت عايزه اشوف حاجه اكتر. عايزه طب انتوا بتطبخوا ده ازاي؟ طب بتعملوه ايه التكنيكس اللي بتعملوها؟ طب ايه الحاجات اللي انتوا بتستخدموها جوه الاكل؟ بس فروحت انا كوكينج كلاس. انا دلوقتي في طريقي رايحه كوكينج كلاس، مدرسه طبخ. عاملين كلاسز كده يوم واحد او نص يوم، تعلم الناس تطبخوا اكل تايلاندي تقليدي. بس متحمسه جدا جدا جدا، وانا رايحه انا لوحدي. هما بس العربيه دي بتاعتهم اصلا، هما بيوفروا ان هما ينقلوا الناس وكده. فهم اخدوني من عند الفندق وهيودوني المدرسه. لونا باسكتس كيوت قوي عشان نعمل شوبينج في اللوكال ماركت. اول حاجه نجيبها sugar cane, and this one is a palm sugar. We use it a lot. سو لقيت ايه وانا ماشيه؟ دي حاجه تانية برضو شبه الرنجة، هما بيجففوا السمك. كان حلو فيه بقى كذا حاجه. يعني اتعرفت على كل الحاجات اللي انا كنت عايزه اعرفها دي، واتعرفت على ناس هناك واتكلمنا مع بعض، ويعني كان يوم بجد حلو جدا جدا جدا. وروحت حكيت كل ده بقى. انا اول حاجه عملتها اول ما نزلت ان انا ركبت موتوسيكل، عشان دي حاجه مش بعرف اعملها وهي سندس معايا. دلوقتي انا رايح، المفروض ان الشارع ده فيه اكل حلال كتير، وهجرب بقى الطبق اللي سندس هتعمله في الكوكينج سكول عشان اعرف طعمه عشان اعرف هي عملته حلو ولا لا. السلام عليكم. نيد خاو سوي. دي من اكتر يعني من الاطباق المشهوره في الشمال، في مدن الشمال. هي بتبقى مكرونه فرايد معاها شوربه كده ومعموله في فراخ. المطعم اسمه مطعم سليمه. اكل كان حلو قوي الصراحه، و60 بات. بس من الحاجات اللي كان ممكن اعملها ان انا احضر فايت مواي تاي اتفرج عليه، بس هي المشكله ان هم بيبداوا كلهم 9 بالليل لحد الميد نايت. انا ده المفروض كده هتبقى سندس رجعت، فمش هلحق احضره، وهو ب 600 بات برده. مش عارف برده هل انا حاسس ان هو كتير على التجربه، يعني خاصه ان هم اغلب اللي بيلعبوا دول اكيد بيبقوا مش محترفين يعني. فخايف اخش فايت واتفرج يعني، والاقي الموضوع ما يبسطنيش في الاخر، او مستواهم يبقى مش حلو قوي. يعني ده برضو بتبقى حاجه حلوه قوي ان احنا كل واحد فينا يبقى بيعرف يتبسط لوحده. يعني احنا وجودنا مع بعض بيبسطنا، بس لازم يبقى كل واحد عارف ان هو لوحده يعمل حاجه تبسطه. ما نحسش ان احنا علاقتنا مع بعض مكتفانا مثلا، اللي هو انا نفسي اتمرن بدل بس انا مش عايز اروح عشان سندس ما بتحبوش ومش عارف ايه، واحنا مسافرين مع بعض. تحس ان انا مثلا ايه بحب الجري، عمري ما هجري في مكان جديد في حياتي خلاص بقى.
اجري جنب البيت بس. بالظبط. فلازم ان احنا بنشجع بعض ان احنا نعمل الحاجات دي. فسولوس مثلا تقريبا كل مكان بتروح هي تجري لوحدها. لو انتوا كابل حاولوا تجربوا ده لو انتوا مسافرين او حتى في حياتكم العاديه، يعني تحسوا ان دي حاجه بتقربنا من بعض اكتر، بتخلي ان احنا وجودنا مع بعض مش ضايف علينا عبء، مش مكتفنا في حاجه يعني. وقولوا لنا برضه ايه الحاجات المختلفه اللي انتوا بتجربوها وانتوا مسافرين. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وعشان تشوفوا الفيديوهات الجايه اعملوا سبسكرايب.